بما إن الصيف داخل ودايما بنشوف حالات غرق في المصايف والبسينات، لازم أقولك على حاجة مهمة جدا ناس كتير ما تعرفهاش، وهو الغرق الجاف. ناس كتير بتشوف طفل أو شخص بيغرق وبيلحقوه في الوقت ويفوق فيفتكروا كده خلاص والموضوع عدى، بس الحقيقة لأ. ممكن الشخص يكون ابتلع كمية مية كبيرة وهو بيغرق، حتى لو فاق بعدها. المية دي ممكن تفضل في مجرى التنفس أو الرئة، وتبدأ تسبب التهابات أو تضييق في التنفس بعد ساعات، وده اسمه الغرق الجاف. والأعراض ممكن تظهر في خلال ساعات من الحادث، زي كحة مستمرة، صعوبة أو سرعة في التنفس، خمول غريب أو رغبة شديدة في النوم، صوت غريب في النفس، أو حتى قيء مفاجئ. المشكلة إن الجسم بيكون بيقاوم في صمت، وفجأة الحالة بتسوء. علشان كده أي حالة غرق حتى لو الشخص فاق لازم تتعرض على دكتور أو تروح طوارئ فورا، لأن اللي بيتلحق بدري بيتعالج بسهولة، لكن التأخير ممكن يكون خطر جدا. نستمتع بالصيف بس نخلي بالنا ونرجع كلنا بالسلام، وربنا يحفظكم ويسعدكم.